السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تانية ثانوي، يا رب دايما موفقين، يا رب دايما بخير، يا رب دايما في أحسن حال. إن شاء الله بإذن الله. دلوقتي موعدنا مع امتحان أو نموذج امتحان رقم 2. بيقول لي في أول سؤال كده: تم تحريك طرف ملف زنبركي بطريقة معينة ليصنع موجة طولية طولها الموجي 30 سم. طبعا الطول الموجي 30 سم، الطول الموجي اللي هو اللمدة. أنا بشتغل بالمتر، فأقسم ال 30 على 100 يديني 3 من 10 متر. الزمن الدوري اللي هو التي كابيتال ده زمن دورة واحدة. ثم تم تحريكه بطريقة أخرى ليصنع موجة مستعرضة زمنها الدوري 2 من 10 ثانية، وسرعتها ثلث سرعة الموجة الأولانية. هنفترض إن الموجة الأولانية 3 في، فالسرعة هنا في بس. فهنا الطول الموجي للموجة المستعرضة. خد بالك بقى، هي السرعة أصلا بتساوي المسافة على الزمن. تمام؟ المسافة بتاعت موجة وده الزمن بتاع موجة. فالمسافة هنا 3 من 10 على 1 من 10. تمام؟ ودي 3 في. طيب السرعة التانية كانت في، الطول الموجي بتاعها احنا مش عارفينه، هنسميه لمدة مثلا 2 على الزمن بتاعها اللي هو 2 من 10. طب ليه كتبنا دي 3 في ودي كتبناها في؟ عشان هو قايل لي ان السرعة التانية تلت الأولانية. ونيجي بقى نقسم كده المعادلتين على بعض، الفي تروح مع الفي، يتبقى لي 3 على 1 بتساوي 3 من 10 على 1 من 10، يعني اديني التلاتة. تمام؟ على لمدة 2 على 2 من 10، مقام المقام يطلع بسط، يعني ال 2 من 10 دي تطلع فوق كده ونشيلها من هنا. طيب انت بقى تقدر تنزل التلاتة تحت وتطلع اللمدة 2 فوق. يعني اللمدة 2 دي عمليات بقى رياضية كده، تساوي 3 في 2 من 10 على التلاتة، يروحوا مع بعض يبقى اللمدة 2 تطلع ب2 من 10. اللمدة 2 بتساوي 2 من 10 متر. اضربها في 20 في 100 عشان تحولها لسنتي، يديك 20 سنتيمتر. يبقى الإجابة هنا رقم. في السؤال رقم 2 بيقول لي: النسبة بين زوايا السقوط الأولى إلى زوايا الخروج لشعاع ضوئي يمر خلال منشور ثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف. خد بالك بقى، المنشور لما يكون في وضع النهاية الصغرى للانحراف بتكون زاوية السقوط الأولانية، طبعا ده الشعاع الساقط اهو، بيروح نعمل عمود بينكسر جوه، نعمل عمود ويخرج كده. فزاوية السقوط الأولانية اللي هي فاي واحد بتساوي مين؟ صلى على الحبيب عليه السلام، بتساوي السيتا 2. هنا دي السيتا واحد زاوية الانكسار داخل المنشور، ودي زاوية السقوط التاني داخل المنشور. طالما احنا في وضع نهاية صغرى انحراف، ففاي واحد بتساوي سيتا 2، فاي واحد بتكون بتساوي السيتا 2، وسيتا واحد بتساوي الفاي 2. يعني الزاويتين اللي جوه بيساوي بعض والزاويتين اللي بره بيساوي بعض. ده في وضع النهاية الصغرى انحراف. فهو بقى بيكلمنا على ايه؟ النسبة بين زاوية السقوط الأولى اللي هي فاي واحد إلى زاوية الخروج. زاوية الخروج اللي هي سيتا 2. تمام؟ طبعا بتساوي الواحد على طول، فالإجابة هنا رقم ج. نشوف السؤال اللي بعد كده. سؤال 3 بيقول: الشكل المقابل يمثل انتقال شعاع ضوئي من الهواء إلى الماء الذي معامل انكساره 4 على 3. الهواء طبعا احنا عارفين ان معامل انكسارها 1، المية معامل الانكسار بتاعها 4 على كام؟ على 3. طيب عايز يبقى ساين فاي على ساين سيتا. تعال نشوف نعمل علاقة ازاي. هو احنا نقدر نقول ان الزاوية اللي هنا دي زاوية السقوط. خد بالك اللي انا بعلمها لك دي زاوية السقوط، هي دي فاي، يبقى دي 90 ناقص فاي. تمام؟ هي الزاوية كلها 90 درجة، هنشيلها منها فاي، يبقى دي 90 ناقص فاي. يبقى هنا ساين 90 ناقص فاي على ساين السيتا، ده بيساوي ان 2 على ان 1، 4 على 3 على 1، يعني 4 على 3. يبقى ساين 90 ناقص فاي على ساين سيتا بيساوي 4 على 3، يبقى الإجابة هنا برضو ج. وصل رجل إلى شقته صعودا على السلم مرة باستخدام المصعد مرة تانية. العبارات طاقة الوضع، طبعا طاقة الوضع هو رايح على السلم، هي طاقة الوضع ورايح على المصعد، لأن أنا باخد الارتفاع. طاقة الوضع اللي هي البوتنشال انرجي دي بتساوي الام في الجي في الاتش. كتلة الراجل زي ما هي، الجي زي ما هي، وهيطلع نفس الارتفاع. تمام؟ فطاقة وضع الرجل متساوية في الحالتين، فالإجابة هنا رقم د. سؤال رقم 5 بيقول لي: سقط شعاع ضوئي على حاجز به شق فتحة مستطيلة، تمام، ضيقة جدا، فحدث حيود للضوء وتم استقبال الموجات الناشئة على الحيود على حائل، فتكونت هدب مضيئة أخرى مظلمة. ماذا يحدث لكل من اتساع الهدب المضيئة وشدة إضاءتها بالاقتراب من الهدبة المركزية؟ تمام؟ الهدبة المركزية بتكون هدبة مضيئة، واتساع الهدبة بيكون كبير. تمام؟
كل ما نبعد عن الهدبه المركزيه الاتساع ايه يا دكاتره؟ الاتساع بيقل. صلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. ف ايه اللي هيحصل؟ ماذا يحدث لكل من اتساع الهدب المضيئه وشده اضاءتها بالاقتراب من الهدب المركزيه؟ الاتساع يزداد والشده برضو ايه؟ تمام، تزداد. يبقى الاجابه دي. سؤال 6 بيقول لي الشكل المقابل يوضح كتلتين A و B موضوعتين على ارتفاعين مختلفين، اي الكميات الفيزيائيه التي هي تختلف بالنسبه للكتلتين؟ طاقه الحركه. تمام. فبيقول لي موضوعين على ارتفاعين مختلفين من سطح الارض. طاقه الوضع، الطاقه الميكانيكيه. هو طبعا لو ركزنا كده وصلينا على الحبيب عليه الصلاه والسلام، تعالى هنا مثلا نجيب طاقه الوضع potential energy، الام في الجي في الاتش اللي هو 2 دي، يعني 2 ام جي دي. طب نجيب هنا طاقة الوضع تساوي الام اللي هي ب 2 ام اصلا جي والاتش اللي هو بدي، يعني طاقة الوضع متساوية، فنستبعد طاقة الوضع. طب الطاقة الميكانيكية يا دكاترة طبعا تختلف. طب لو جبنا هنا طاقة الحركة، بص اقول لك عشان ما توجعش دماغك بطاقة الوضع والطاقة الميكانيكية، احنا عارفين ان الوزن بيساوي الكتلة في عجلة مين؟ الجاذبية. فاكيد الوزن اللي يختلف لان واحد فيهم وزنه هيبقى ام في جي والتاني وزنه 2 ام في جي، فالوزن مختلف، فخد الوزن ده وخلاص، وما تقعدش بقى ايه تجيب طاقة الحركة وتتعب نفسك في سؤال 7 بيقول لي في الشكل المقابل ازيح ثقل بندول بسيط من موضع اتزانه الاصلي او الى الموضع اكس. تمام. ازاحه 5 سم، هو اتزق كده 5 سم، بعد كده ترك ليتحرك. ترك يعني سرعته هنا كانت بكام؟ صفر، هو نازل لتحت سرعته بتزيد. طيب حركة توافقية بسيطة في أكملها اهتزازها كاملة خلال زمن تي. أي الأشكال البنية الآتية يمثل علاقة بين الإزاحة دي لثقل البندول عن موضع اتزانه الأصلي والزمن تي خلال اهتزازة كاملة بدءا من الموضع يمين من الوضع إكس. هو عند الوضع إكس كان أقصى إزاحة، فما ينفعش نختار ج ولا د، لأن هو هنا بادئ من عند إزاحة بصفر وهنا بادئ من عند إزاحة بصفر. طيب أقصى إزاحة وقايل لي إن ساعة الاهتزازة 5 سم، يبقى الحتة دي بس اللي 5 سم والحتة دي 5 سم، لأن دي تعتبر ساعة اهتزازة ودي ساعة اهتزاز. تمام. فنختار هنا ب لأن ب هي الإيه؟ ب هي الأدق. طيب السؤال اللي بعد سؤال رقم 8 أي من الموجات التالية لا تنتشر في الفراغ؟ طبعا اللي ما بينتشرش في الفراغ موجات الصوت عشان موجات ميكانيكية. طيب الشكل المقابل يمثل شعاع ضوئي سقوط شعاع ضوئي عمودي على أحد أوجه منشور ثلاثي معامل انكسار مادته 1.5، فتكون زاوية خروج الشعاع من المنشور. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. طبعا هو طالما سقط عمود يا دكاترة هيكمل كده على استقامته. خلاص احنا عارفين ان دي 60 درجة. نروح احنا ايه نقيم عمود، هو عايز يخرج من هنا كده، نقيم عمود عشان نعرف زاوية السقوط دي كام. طيب هو كده هيخرج من وسط الان بتاعته بواحد ونص رايح للهواء اللي الان بتاعته بكام؟ بواحد، فلازم نجيب ساين الفاي سي. هو الزاوية دي 60 ودي 90. تمام. يبقى هنا دي 30 يبقى هنا دي 60، يبقى هنا يبقى ساقط بزاوية 60. يبقى لما عملنا العمود كده يا دكاترة هو ساقط هنا بزاوية كام؟ 60. والزاوية الحرجة بقى احنا لازم الأول نجيب الزاوية الحرجة. ساين الفاي سي، ساين الزاوية الحرجة سواء ان الأقل اللي هي بواحد على ان الأكبر اللي هي واحد ونص، فالفاي سي بعد ما تعمل شيفت ساين هتطلع لك ب 42 درجة تقريبا. سقط بزاوية أكبر من الحرجة بيحصل له انعكاس ايه؟ انعكاس كلي. يعني شو يحصل له انعكاس كلي كده بزاوية كام؟ 60. يبقى كده اللي هنا دي 30. طب دي 90 يبقى هنا كام؟ 60. نروح هنا نقيم عمود. تمام. يبقى بقى الزاوية دي 30 كده، هو يبقى سقط بزاوية 30 أقل من الحرجة، يحصل له انكسار. تمام. وطالع للهواء فيبتعد عن العمود كده بزاويه هنا سيتا، يعني اللي هي زاويه الخروج دي. فالان بره بواحد، فاحنا نقدر نقول الان بتساوي واحد عشان هواء، نقدر نقول واحد اللي هي الان، يعني في ساين الزاويه اللي هو خرج بيها اللي هي ساين سيتا 2 بتساوي ان واحد اللي هي بواحد ونص في ساين الزاويه اللي سقط بيها اللي هي ساين 30. وعشان طبعا الواحد ده ملوش لازمه اللي بره ده، فواحد ونص ساين 30 بنص يعني يطلع لي 5 يعني هنجيب سيتا 2 بقى شيفت ساين لمين؟ لواحد ونص ساين 30. يبقى هنعمل شيفت ساين واحد ونص في ساين 30 يطلع الناتج ب 48.59%. فالإجابة هنا رقم ج، دي الزاوية اللي هيخرج بيها من المنشور. سؤال رقم 10 بيقول لي تحركت عربة ملاهي من قمة التل الأول التي ترتفع عن سطح الأرض 40 متر بسرعة 2 متر على الثانية. هنفترض إن دي قمة التل الأولاني
وبترتفع كده عن الايه، عن سطح الارض 40 متر، وكانت السرعة بتاعتنا هنا 2 متر على الثانية، حتى وصلت الى قمة التل الثاني الذي ترتفع 15. هنفترض كده ان ايه، في تل تاني هنا الارتفاع بتاعه 15. تمام. بإهمال قوى الاحتكاك ومقاومة الهواء تكون سرعة العربة عند قمة التل التاني. احنا عايزين نجيب السرعة هنا. بصوا يا شباب، طالما عربية بتتحرك فهي كده الطاقة الميكانيكية لها ثابتة. الطاقة الميكانيكية هنا بتساوي الطاقة الميكانيكية هنا. طب هي الطاقة الميكانيكية هنا بتساوي طاقة الحركة، تمام، زائد طاقة الوضع عند المكان الأولاني بتساوي طاقة الحركة زائد طاقة الوضع عند المكان التاني. طاقة الحركة أصلا نص الكتلة، تمام، اللي هي ام في مربع السرعة اللي هي 2 تربيع ب4، زائد طاقة الوضع اللي هي الام في الجي اللي هي بعجلة الجاذبية 9.8، تمام، في الاتش اللي هو كان بكام؟ ب40، يساوي طاقة الحركة التانية اللي هي نص برضو الكتلة اللي هي ام في مربع السرعة اللي احنا عايزين في 2 تربيع، زائد الام في 9.8، تمام، ام جي اتش في 15. كده كل حاجة معانا ما عدا مين؟ طبعا لو قسمنا على ام، الام هتطير من كل الايه الحدود دي، فيتبقى لنا في الأول خالص نص في 4 يعني 2، زائد 9.8 في 40. 9.8 في 40 بالآلة كده يطلع لي 392. دول لما ينضربوا ببعض 392 بتساوي نص الفي تربيع زائد 9.8 في 15، يطلع لنا 147. هناخد ال 147 دي نوديها الناحية التانية، دول ده ما يتجمعوا على بعض 2 زائد 392 يعني يديني 394. تمام. فكان نودي ال 147 بعكس الإشارة، يعني 394 ناقص 147 هتساوي نص الفي تربيع، يبقى 394 ناقص 147 يطلع لنا 247 بتساوي نص الفي تربيع. نضرب هنا في 2 ونضرب هنا في 2 عشان نطير النص ده، يبقى 247 في 2 يطلع لنا 494. 494 بتساوي الفي تربيع، ناخد الجذر بتاع 494 ده فيطلع لنا الناتج 22.23 متر على الثانية، فالإجابة هنا رقم د. سؤال 11 بيقول الشكل البياني الذي يمثل العلاقة بين العجلة المركزية AC لجسم يتحرك في مسار دائري أفقي ونص القطر. طبعا احنا عارفين إن العجلة المركزية اللي هي الAC بتساوي الفي تربيع على الآر، فالعلاقة ما بين الAC والآر علاقة عكسية، فنختار الإجابة رقم ج. يصل صوت جرس المدرسة إلى أذن الطلاب على شكل موجات طبعا طولية. الصوت بيمشي في الهواء على شكل موجات دكاترة طولية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك، بس بعد ما تصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام، إذا كانت سرعة الضوء في وسطين إكس وواي، دي سرعته في إكس ودي سرعته في واي، فإن الزاوية الحرجة بين الوسطين. طبعا بص، لما تيجي تجيب زاوية حرجة ساين فاي سي، دايما خد الصغير على الكبير، يعني 1.8. طبعا دي 10 أس 8، مش لازم نكتب بقى في 10 أس 8، عشان كده كده هتتشال يعني على 2.4 في 10 أس 8، فقلت لك مش لازم نكتب دول عشان كده كده هيطيروا مع بعض. تمام. فتعالى نقسم الاتنين دول على بعض، بس نجيب شيفت ساين بقى، ناخد لهم شيفت ساين عشان نجيب الزاوية على طول. يبقى شيفت ساين 1.8 على 2.4، تمام، ونقفل القوس هيدينا 48.5 أو 59%. وطبعا هي تقع في الوسط الأعلى كثافة ضوئية عن الأقل سرعة. الأقل سرعة اللي هو في واي بتقع في الوسط واي، فالإجابة هنا رقم ب. سؤال 14 جسمان إكس وواي موضوعان على سطح أفقي تؤثر أفقيا على كل منهما قوة ثابتة المقدار اف اكس واف واي. طيب بص بقى، هو الدبليو على الدي، تمام، لما يديني الدبليو على الدي، هي الدبليو أصلا بتساوي الاف في الدي، لما نقسم الدبليو على الدي يديني الاف. فأنا لو عايز أجيب الاف اكس آخد ساين 30 اف واي ساين كام؟ ساين 60، يعني احنا هنا بنتكلم في ساين 30 على ساين 60 وخلاص. ساين 30،
تمام على ساين 60، فيطلع الناتج جذر 3 على 3 اللي هي تقريبا يعني صفر، يعني الناتج ده يطلع لي 0.577. تعال نشوف مين اللي كده. تعال نشوف 1 على جذر 3 دي، 1 على جذر 3. تمام، هي دي. سؤال رقم 15 بيقول لي جسم يمكن تغيير كتلته والشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين مقدار السرعة 1 على ام. هو طاقة الحركة بتاعة الجسم بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. فاحنا لو خدنا النص ام دي، مش لازم نكتب النص كسر كده، لو خدنا النص ام دي حطيناها تحت هنا نص ام، نشيلها من هنا خالص، والام دي كده كده في المقام نحطها بس لوحدها كده. فواحد على ام دي الافقي وده الرأسي، يبقى الميل بتاعنا كاينيتيك انرجي على نص، يعني الميل بيساوي طاقة الحركة اللي هي الكاينيتيك انرجي على مين؟ على النص. طيب كاينيتيك انرجي على نص هيساوي 8 على كام؟ على 4، يعني فيها الاتنين على 1. طلع النص فوق، يبقى الكاينيتيك انرجي هتطلع ب1 جول لما تضرب طرفين في وسطين على طول. ما السبب المحتمل لخروج سيارة عن مسارها إذا دخلت طريق منحني أفقي لزج؟ نقص قوة الاحتكاك طبعا بدون أي فلسفة يعني. نقص قوة الاحتكاك بين إطارات السيارة والطريق، لو الطريق زحلق كده والاحتكاك مش موجود تمام العربية تخرج عن مسارها. 3 كرات اكس واي زد مختلفة الكتلة والبعد بين مراكزها كما بالشكل المقابل، فتكون النسبة بين قوة التجاذب المادي بين الكرتين اكس وواي وقوة التجاذب بين الكرتين زد وايه واكس. اف اكس واي قوة التجاذب المادي دكاترة جي اللي هي ثابت الجذب العام، الكتلة الكبيرة كتلة اكس في كتلة واي على مربع البعد ما بينهم. طب الاف واي زد برضو ثابت الجذب العام، الام بتاعت واي في الام بتاعت زد على مربع البعد ما بينهم. تمام، تعال نطير كده الثوابت نقسمهم على بعض ونطير الثوابت لانه عايز اصلا النسبة ما بينهم، فالجي تروح مع الجي. تعالى بقى نشوف نحط كل واحد كتلته اكس 4 ام. تمام، طب بالنسبة لواي ام واحدة. طب البعد ما بينهم 2 ار، الاتنين ار دي بقى البعد ما بين مركزيهما، يعني 2 ار لما نربحها يديني 4 ار تربيع. طيب نشيل بقى الجي مع الجي اللي فوق. طب الام واي اصلا بام، طب الام زد ب2 ام، طب البعد ما بينهم ار يبقى ار تربيع. فنبدأ بقى نطير كده الحاجات اللي ايه شبه ار تربيع مع ار تربيع، ام وام مع الام وام. تمام، 4 على 4 فوق فيها الواحد على 2. تمام، فالإجابة هنا تطلع بكام؟ بنص، فالإجابة هنا رقم أ. طيب سؤال رقم 18. سؤال رقم 18 بيقول الشكل البياني الذي يمثل العلاقة بين السرعة المدارية لعدة أقمار صناعية تدور حول نفس الكوكب تمام ومقلوب الجذر التربيعي لنص قطر مدار كل منها. بص، واحنا عارفين ان السرعة المدارية اصلا ينفع تيجي من القانون ده 2 باي ار تمام على مين؟ على التي. بس طالما الراجل قال لك سرعة مدارية وقمر صناعي هناخد جذر الجي ام تمام على الار. فالعلاقة ما بين الفي وجذر الار علاقة ايه؟ علاقة عكسية. فالأدق هنا لو حط له واحد على جذر الار فنختار ألف على طول، هي العلاقة الايه؟ العلاقة الطردية. تمام، صلى على النبي كده عليه الصلاة والسلام. ندخل على سؤال رقم 19. بيقول لي عند انتقال موجة ضوئية من وسط لآخر طبعا السرعة تختلف. الخاصية التي لا تتغير للموجة طبعا التردد، السرعة بتختلف طالما انتقلنا من الوسط لآخر. سؤال 20 بيقول الشكل المقابل يوضح لوح زجاجي موضوع عموديا على سطح مرآة مستوية، فإذا سقط شعاع ضوئي من الهواء بزاوية سقوط 40 على سطح المرآة، زاوية سقوط 40 طبعا نروح نقيم عمود دي زاوية 40 يبقى يحصل له انعكاس، ينعكس برضو بزاوية كام؟ 40. نيجي هنا نعمل ايه يا دكاترة؟ نعمل عمود، طبعا دي 40 يبقى هنا في 50، دي 90 درجة يبقى هنا دي 40 برضو عشان نكمل زوايا المثلث، يبقى هو هنا سقط هنا بكام؟ 50. طب سقط ب50 درجة هينكسر طبعا مقتربا من العمود عشان السرعة هتقل. احنا عايزين نجيب زاوية انكساره فين؟ زاوية انكساره اللي هي هنا دي. طبعا العملية عكة هنا شوية، الان هنا ب1.47 وكاتب لي ان الان بتساوي 1.47، طبعا الان بتاعت الهواء بكام؟ ب1. قانون الانكسار بيقول لك ان في ساين الزاوية اللي معاها بتساوي ان في ساين الزاوية اللي معاها، يعني 1 في ساين زاوية السقوط اللي هي ساين 50 بتساوي 1.47 في ساين سيتا اللي احنا عايزينها، نقسم على 1.47 هنا ونقسم على 1.47 هنا، دول يطيروا مع بعض فنروح نجيب احنا بقى مين؟ السيتا بشيفت ساين لدول،
يعني تيجي عامل على الآلة الحاسبة كده شيفت ساين كام بقى؟ ساين 50 تمام على 1.47 ونقفل القوس ونقول يساوي، يطلع لنا الناتج 31.38 فالإجابة هنا رقم كام؟ د. ندخل بقى على الأسئلة المقالية. واحد الله صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام بيقول لي ماذا يحدث بفرض تساوي انحناء مسار قذيفة أطلقت أفقيا من قمة جبل مع انحناء سطح الأرض. تمام؟ والله لو احنا دلوقتي طلعنا على سطح الأرض عشان نرمي قذيفة كده، والقذيفة وهي طالعة انحنائها كان موازي لانحناء سطح الأرض، تحصل ما بينهم قوة جذب متبادلة. تمام؟ فبتبدأ القذيفة دي تدور حوالين الأرض بسبب قانون الجذب العام يا دكاترة، أو بيحصل ما بينهم قوة تجاذب متبادلة. كنا بنقول إن قانون الجذب العام اللي هو الإف جي ام الكوب ام الكبيرة في ام الصغيرة على مين؟ على ار تربيع. فبيحصل قوة تجاذب متبادلة ما بين الايه؟ ما بين الجسمين. فتبدأ دي هيبقى اتجاه السرعة بتاعها كده، وبتجذب الناحية دي كده، فتجبر ان هي تمشي في مسار ايه؟ في مسار دائري. يبقى ماذا يحدث بفرض تساوي انحناء قذيفة أطلقت أفقيا من قمة جبل مع انحناء سطح الأرض؟ تمام؟ هيقول يعني هنقول له هنا الإجابة بالظبط كده إن القذيفة دي هتدور في مسار دائري حوالين ايه؟ حوالين الأرض. تمام؟ طبقا لقانون الجذب العام. الشكل المقابل يوضح بندول بسيط عند تحرك ثقل البندول من الموضع A إلى الموضع B ثم إلى الموضع C. تحرك من A ل B إلى C. ماذا يحدث لكل من طاقة الوضع وطاقة الحركة؟ طاقة الحركة فوق هنا بتبقى صفر، كاينيتيك انرجي هنا بتبقى صفر، وهو نازل طاقة الحركة بتزيد. طاقة الوضع هنا البوتنشال انرجي هنا بتكون قيمة عظمى، طاقة الحركة بتكون صفر، وهو نازل بيحصل عكس، طاقة الحركة عمالة بتزيد تيجي هنا تبقى قيمة عظمى. تمام؟ طاقة الوضع بنعتبره هنا كأنه على الأرض بتبقى بصفر، وهو طالع طاقة الحركة تاني توصل لصفر، طاقة الوضع بتبقى ايه؟ قيمة عظمى، بتبقى ماكس. تمام؟ اكتبهم له. سؤال 23. جسم كتلته 5 كيلو جرام، دي الكتلة، يتحرك على محيط دائرة أفقي نص قطرها أدي الآر بسرعة خطية ثابتة أدي الفي. احسب القوة الجاذبة المركزية المؤثرة على الجسم. القوة الجاذبة المركزية اللي هي الاف سي بتساوي الكتلة في العجلة المركزية. تمام؟ العجلة المركزية ادي الام اهي، العجلة المركزية في تربيع على ار. طيب الكتلة معانا ب5، السرعة 25 عشان تربيع، والار ب2، 5 في 25 يدينا 125 على الاتنين. تمام؟ اقسم بقى 125 على الاتنين يطلع لحضرتك 62.5 نيوتن عشان احنا بنجيب القوة. طيب سؤال 24 بيقول لي في تجربة الشق المزدوج ليانج استخدم ضوء أزرق طول الموج لندا، وكانت المسافة بين الشقين دي هدى بالتداخل على فظهرت هدى بالتداخل على حائل استقبال الهدى الذي يبعد مسافة ار، فإذا استخدم ضوء آخر طول الموج 1.5 لندا. هو في الأول خالص كده الدلتا واي بتساوي اللندا في الار على الدي، دي المعطيات الأولانية. طيب عايزين بقى نشوف الدلتا واي الجديدة. استخدمنا 1.5 لندا. تمام؟ في نفس بيحسب بدالة ار البعد بين حائل استقبال هدى بالتداخل وحاجز الشقين للحصول على هدى بتداخل المسافة بين مركزها مساوية للأولى. احنا عايزين ار التانية. تمام؟ وهنا دي هدى وحاجز الشقين ماشي، ودي ما اتغيرتش، وقال لي ان الدلتا واي تساوي الدلتا واي. لو جينا بقى نقسم المعادلتين كده على بعض، دلتا واي تروح مع الدلتا واي بقى لي 1 على 1 بتساوي اللندا تطير مع اللندا والدي مع الدي، كده كل اللي اتبقى لي فوق ار بس، وتحت اتبقى لي 1.5 ار 2. نضرب طرفين في وسطين 1.5 ار 2 هتساوي الار، نقسم هنا على 1.5 ونقسم هنا على 1.5، دول يطيروا مع بعض، يبقى كده ار 2 بتساوي 2 على 3 ار، ار 2 بتساوي 2 على 3 ار. وبكده يكون انتهى الامتحان الأول. نتمنى ان حضراتكم تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.